هو أن المغرب مستعد كامل الاستعداد للمساندة كامل جهوده بدون تحفظ. هذه النقطة الأولى. من بعد داك الشيء مشى لغوص لتندوف، ورجع يومين من بعد رجع نهار الجمعة، وكان عنده برنامج ديال الجمعة السبت الحد والاثنين. نهار الجمعة داز مزيان، كاين حتى شي مشكل، دار اللقاءات ديالو، دار الاجتماعات ديالو، ما كاين حتى شي مشكل. نهار السبت نهار كله داز بدون مشاكل حتى 6 العشية. 6 العشية بدات أول إشارة ديال 80 شخص تقريبا اللي خرجوا، ما كاين لا مظاهرة لا حتى شي حاجة، ديريكت بداو بالحجر وبالحريق ديال باش تقطيع الطريق والى اخره. وهاد الناس معروفين، راه عندنا اللائحه ديالهم، عندنا زعما ماشي الناس اللي هما عاديين، هما ناس معروفين وكنعرفوا شكون اللي كيعطيهم التوجيهات وشكون اللي كيسيرهم. التعليمات اللي تعطات للقوات العموميه في ذاك الساعه، كنهضر على 80 الاولانيه، وهي هذه استفزاز، وما خصناش نطيحوا في الفخ ديال هذه الاستفزازات، ولكن في نفس الوقت ما يمكنناش نخليو هاد 80 شخص كما كيقولوا بالعربيه يعيثون فسادا في المدينه، لان الا خليتيهم ما كاين حتى شي حاجه غادي يهرسوا كل شيء. اذا هذا كيف القوات العموميه كان عندها اولا مسؤوليه باش ما ينتشرش ذاك الشغب ديالهم، وفي نفس الوقت ما يكونش تدخل عنيف. داك الشيء اللي عملوه بالضبط. الوغ اش كيديروا؟ كيفرقوا فقط الناس اللي كيتمدوا كيهربوا، اللي كيزيدوا عندهم القوات العموميه كيهربوا كيمشيو للزناقي الى اخره. المهم هو ما يخليهمش يرتكبوا افعال اكثر خطوره. وبعد فشل هذه المحاوله، من بعد جاو استراتيجيه اخرى، ما بقاوش كيجتمعوا، كانوا مجموعين، ولاو تقريبا فرق ديال 20-40 شخص في احياء متفرقه. نفس الشيء، الرمي بالحجاره واحراق العجلات، وبطبيعه الحال قطع بعض الطرقات. بقات هاد المساله حتى ل 11 ديال الليل تقريبا، ومتبعينها يعني بصفه تقريبا كل 4 ساعات متبعين الاوقاع ديالها. لو بيلون، 5 ديال العناصر الامنيه هي اللي تصابت بجروح اللي يمكن نقولوها جروح مهمه، اذا اللي استدعت باش يدخلوا للمستشفى للعلاجات الضروريه. من طبيعه الحال كاين هناك جروح خفيفه كثيره، ولكن ما كنعنوش عليها، لان ماشي مساله اللي استوجبت العلاج في المستشفيات. هاد الاحداث انا جبت معايا تصور، ويمكن نوزعهم على الاخوان هذا ولا ندوزوهم باش تشوفوهم الان. كلها موثقه بالصور والتسجيلات باش ما حتى شي واحد ما يجي يكذب علينا، وكتبين اولا العدد المحدود ديال المتظاهرين، وثانيا الحجم ديال الخسائر اللي داروها. نهار الصباح ديال الحد الهدوء عاد من طبيعه الحال العيون، بدات كتوصلنا اشاعات كيقولوا راه القوات الامنيه دخلت واحد 2 ديور، 4 من بعد 4. الاولى كانوا كيقولوا 2 من بعد تقريبا. وفي الحقيقه احنا كنا كنعرفوا هاد الاشاعات غادي تجي، ولان دائما نفس الحكايه، كيكون تدخل امني ديما كيخرجوا هذا الشيء. وانا اؤكد من البرلمان على ان هاد التجاوزات اللي حصلت راه ما يمكنش نقبلوه، لان كمغاربه كلنا ما يمكنش نقبلوا شي واحد يتعدى على المواطنين بدون حق وبدون قانون. زعما هذه مساله مفروغ منها، ولكن خصها تكون حصلت باش ما نضيعش الوقت. في ذاك الساعه، في ذاك الحد الصباح، اتصلت بكل المصالح الامنيه والاستخباراتيه، وراكم كتعرفوا تبارك الله راه ماشي مصلحه واحده، كاين مصالح كثيره جدا باش حتى وحده ما تغطي على الاخرى، وكلها واكد هذه القضيه كلها فندت هذه الادعاءات. ما كاينش شي واحد شي مسؤول امني قال لي راه كاين شي مشكل ديال من هذا النوع هذا.
إذا يقيني الشخصي اليوم هو أن هذه الإشاعات هي لأغراض دعائية فقط. وخلال يوم الأحد مشى روس للسمارة، نهار داز بخير، تلقى كاع داك الفعاليات كلشي اللي بغى، وبين قوسين كيتلقى كما كيقول لك من الجانبين. ملي كيمشي لتندوف ما كاين جانبين، كاين يلاه جانب واحد، ولكن شي بس ما كاين. اللي بغى يشوفو كيشوف، ما كاين حتى شي مشكل. مشى غوص مع 6 في السماره، كلشي داز مزيان. ساعتين من بعد ما مشى، اسمح لي سيد الوزير، نطلب من المجلس نضيفوا واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق للمهم. تفضل السيد الوزير. شكرا. ايوا كنطلبوا الاذن ديالكم. تفضل السيد الوزير. اذا ساعتين بعد مشى روس، ناضوا واحد 20 ديال الاشخاص من فوق السطوح وداك الشيء، مولفين هذاك الشيء في السماره. 20 شخص فقط هما اللي مشاو كيروحوا عطوني الحجر الى اخره، وتعاملت معهم كذلك السلطات الامنيه بكل هدوء بكل رزانه، لان الهدف ديالنا الاساسي هو ما يكون حتى شي حاجه اللي يستغل اي واحد باش يقول ان القوات العموميه المغربيه راه كتعدى على اي مواطن، لا في الجنوب ولا في جهه اخرى. الو خلاصه القول، انا كنقول جلوبالمون يمكن اعتبار الزياره مرات في ظروف حسنه رغم هذه التصرفات، واشير ان المجموع ديال هاد الناس كلهم اللي حصيناهم، لان كيتحولوا من هنا لهنا الى اخره، هو 400 شخص. ملي كتقارنوها على 250 ولا 260 الف ديال السكان العيون، كتفهموا يعني هذه يعني مجموعه ضيقه جدا. وستبقى السلطات العموميه من طبيعه الحال اولا متمسكه بالدفاع على كرامه المواطنين وضمان حقوق الانسان، واؤكدها مره اخرى ان الا كاين شي حاجه اللي هي تمتت على شي واحد راه ما غاديش نحنوا فيه. هذه تعليمات صارمه. كما ستظل من طبيعه الحال، لان هذا كذلك مهم، على حمايه ارواح المواطنين وممتلكاتهم، لان هذا هو الديلام. كيفاش تحمي اللي ما دار والو، وفي نفس الوقت ما تكرفش على اللي داير. هذا هو لو غون ديلام ديال لي فورس سيكوريتي. وانتهز هذه الفرصه طبعا لأوجه تحيه الى جميع افراد القوات العموميه لتحليهم بالهدوء وضبط النفس رغم الاستفزازات المتواليه. كما اتوجه بتحيه خاصه لساكنه الاقاليم الجنوبيه التي رفضت، هنا معنا الاخوان الممثلين ديال الاقاليم الجنوبيه. هاد السكان رفضوا الانسياق وراء هذه الاعمال التخريبيه، علما ان الفعاليات المحليه في اخر يوم من الزياره ديال روس نهار 2 في الصباح، الفعاليات كلها اللي شافوها هذاك الصباح استنكروا هذه الافعال الممنهجه والمسطره، واقولها مسطره من طرف جهات خارجيه. وانتم كتعرفوا هذه الجهات، راه كتعرفوا هذه الجهات. وعندنا، واقولها واؤكد عليها، عندنا الحجج الكافيه ديال هذه الاتصالات قبل وبوندون يا بخي، حتى داز داكشي كله عاوتاني بداو كيعطيهم التعليمات باش ما يوقفوش، باش يعاودوا يكملوا عاوتاني يعاودوا يديروا مسائل اخرى. اذا هذه مسائل خصها تكون واضحه للجميع، على ان احنا امام يعني واحد مخطط دعائي قبل كل شيء، لانك هادشي كله باش يتركب، باش ياخذوا التصاور ولي فيديو ويداروا في الانترنت ويتنشروا ويقولوا المغرب راه ما قايمش بالواجب ديالو في الحفاظ على الامن. ومره اخرى اشكركم على هذه الاسئله التي مكنتني من اعطاء التوضيحات، وانا مستعد بطبيعه الحال باعطاء الايضاحات الاخرى اذا كانت هناك اسئله. وشكرا. شكرا للسيد الوزير.